السلام عليكم. وصفتنا النهاردة في منتهى اللذاذة. هنعمل الكيكة البرازيلية، كيكة الجزر. طعمها حلو قوي وطعم الجزر مش باين فيها، بس مديها نكهة وطعم لذيذ. وفي نفس الوقت الكيكة مشبعة، وطبقة الجانش اللي فوقها بجد رهيبة. وتحضير الكيك من أسهل ما يكون. يلا نبدأ بالمقادير. المقادير اللي معايا هتعمل صينية كيك كبيرة بحجم عائلي، وكل المكونات هتلاقوها موجودة في صندوق الوصف وبالكميات. معايا جزر، معايا كوبايتين جزر مبشورين، وبيضتين، وكوباية وربع سكر. الكيكة دي سكرها بيكون خفيف شوية علشان هضيف فوقها طبقة جانش حلوة. وهضيف نص كوباية زيت، وكوباية مية، وظرف فانيليا. وبضرب كل المكونات دي مع بعض في الخلاط. عايزة اقول لكم انا بقيس كل المكونات دي بكوباية واحدة علشان الكيك تطلع مظبوطة. هحتاج 3 كوبايات دقيق متعدد الاستخدامات، ورشة ملح، وظرف بيكنج باودر. وأقلب كل المكونات دي مع بعض كويس. هصب العصير على الدقيق، وأقلب الخليط كويس. كده خلاص الكيكة بتاعتنا بقت جاهزة. عايزاها تكون بالقوام ده، ومش عايزة أقلبها كتير عشان متبقاش عاملة زي العيش وتكون جلوتين. حضرت صينية بمسحة سمنة وورقة زبدة، وهصب الكيك في الصينية، وهخبطها علشان إذا كان فيها أي فقاعات هوا تطلع. وبدخلها فرن متسخن درجة حرارته 180 درجة مئوية في الرف اللي في النص. بتاخد حوالي من 20 ل25 دقيقة، وما تفتحيش عليها قبل 15 دقيقة. وهتعرفي ازاي انها استوت لما احط فيها عود اسنان في اكتر من مكان ويطلع نضيف. وبسيب الكيك تبرد، ويستحسن بعد ما تبرد ادخلها التلاجة. نيجي لطبقة الجانش. معايا 120 جرام شوكولات شيبس، و5 معالق حليب. هسيحهم مع بعض على حمام ماء ساخن، وبقلبهم مع بعض لحد ما الشوكولاتة تدوب كويس. وبعد ما الكيكة بردت هصب عليها طبقة الجانش. لما الكيكة بتكون باردة طبقة الجانش بتتمسك بسرعة. وبس كده خلصنا. الكيكة طعمها رهيب، حلوة قوي بطعم جديد، بجد مظبوطة، وسكرها مش مبالغ فيه. بجد كلها بيرفكت. بتتحضر في ثواني. دايما كيكة الخلاط بتكون سهلة، تقلبي كل المكونات في الخلاط وبس. وبالهنا والشفا لكل اللي هيجربها. ومادام وصلتوا معايا لآخر الفيديو يعني انتوا مهتمين، بتمنى لايك واشتراك في القناة. أشوفكم على خير إن شاء الله قريب، وباي باي.